comprehension passages، قطع الفهم. ودي مصيبة سنة تانية وتالتة أو مشكلة سنة تانية وتالتة، وإذا لسه في أول السنة ما بتصدمش بالقطعة، بس إحنا بنصدمه من الأول. طبعا القطعة صعبة، ما بعرفش أحلها يا مستر. حضرتك لازم تحل قطع كتير. طب أنا هعلمك إيه دلوقتي؟ هعلمك تكون قطعة. أعمل لنا قطعة؟ أيوة، ما أنا بعلمك الصنعة عشان تعرف اللي بيعملها بيصنعها إزاي. يا نهار أبيض! يا باشا، مفيش حد بيشرح القطعة، مفيش حاجة اسمها شرح. لا يا باشا، القطعة بتتشرح. أنا ممكن أقعد أشرح فيها 3 أيام. القطعة؟ أيوة، تعال يلا يا باشا. بيقول لي إيه؟ كيف أتعامل مع قطعة الفهم؟ إزاي تتعامل مع قطعة الفهم؟ تعتبر قطعة من المهارات التي يصعب التعامل معها. ليه يا مستر؟ ما احنا عارفين دي. ومردود ذلك، مردود ذلك يعني النتيجة أو السبب، سوري، الكوز. إيه الكوز يا مستر؟ 1، في كتاب اسمه كتاب القطع، حضرتك بتحله بيجي منه قطعة آخر السنة؟ لا، شرط القطعة unseen، مادة علمية معينة يمكن الاعتماد عليها في التعامل مع قطع الفهم. مفيش. عدم التدريب بكثرة، ودي احنا هنلغيها عشان احنا معانا، احنا هنظبطك في القطع. 3، اللي هياخد المذاكرة يا جماعة أولى وثانية وثالثة، آخر المذاكرة هتلاقي عشان اللي مكبرها إن أنا حاطط لك بتاع 70 قطعة. حل بقى أهو، كتب خارجية جمعت 100,000 كتاب و100,000 معلومة من بره، اتحطت لك في المذكرة واحدة. 3، حرص بعض الطلاب على ترجمة كلمات القطع لدرجة تبعده عن فهم القطعة. الناس بتحل ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حلو، فاهم يا خراشي، كلمة ما اعرفهاش معناك ايه؟ ما اعرفش. استخدمت السافكس والبريفكس؟ لا، استخدمت الكونتكست، وقلنا قبل كده understanding the text through context، اقرا اللي قبله واللي بعده واشتغل. لا يا مستر، انا عايز ببقى مستر وانا بحل القطعة، عايز اشوف الحاجة ابقى عارفها. مش هيحصل يا باشا، مش هيحصل. انا ممكن احط قطعة لزميل وهو هكذا ممكن احط لي قطعة انا ما اعرفش فيها كلمات. ايه ده يا مستر؟ طبيعي جدا. الله، امال اعمل ايه؟ قال لي يا باشا لا، مبدئيا طريقة حل القطع. اولا بنعمل ايه يا مستر؟ اولا اتفضل يا فندم. قال لي اولا انت لازم الاول تقرا الاسئلة. انا مش هقول لك تقرا، انا هغير لك تقرا الاسئلة دي، انا هقول لك تحفظ الاسئلة. نعم يا مستر، احفظ الاسئلة؟ ازاي يا مستر الكلام ده؟ يا باشا اقرا الاسئلة الاول، احفظ الاسئلة بالاختياري او من غيره، بس الافضل طبعا بالاختياري. مبدئيا كده عارف اللي هو لما بيحرق لك فيلم. فلما اقرا الاسئله كلها 8 اسئله ولا 7 اسئله سنه اولى، هلاقيني حرقت القطعه. مين اللي قتل مراد؟ يبقى في واحد اسمه مراد. ايه اللي حصل له؟ اتقتل، صح. ثم اقرا القطعه قراءه سريعه استكشافيه، سكيم، لم الزبده او لم وش اللبن بسرعه. ما تتوقفش يا باشا عن المفردات الصعبه. يا عم اقرا وخد اي لقطه. حدد المعلومات سوف تبحث عنها. منين؟ من خلال قراءة وحفظ الأسئلة. ثانيا اقرأ القطعة للمرة الثانية بتمعن وفهم محور الأحداث. قريت بقى مرة، قريت أسئلة، قريت مرة، اقرأ المرة الثانية. ثالثا اقرأ ببطء مع وضع خط تحت الجمل تحدد إجابات الأسئلة. الناس التعبانة يا جماعة 3 كلمات 3 مرات. الناس اللي فهمت في القطعة اقرأ مرتين عادي. قال لك يا مستر رقم 4 رابعا دي مع 1 لازم تفهم السؤال، لان في ناس تقول لك الله تحل اول مره، الناس الناصحه تيجي تراجع ايه العبط اللي انا عامله ده؟ لا تصدق فعلا ما ينفعش. ايه ده؟ انا كنت فاهم السؤال غلط. يا باشا افهم السؤال صح ولا تتعجل وتذكر فهم السؤال يعادل نص الاجابه. نص مين الاجابه؟ ده الاجابه كلها يا باشا. خامسا ممكن تكون اجابه السؤال الاول في الباراجراف الاخير شكرا. لا تنشغل كثيرا بالكلمات الصعبه فهي وارده لا محاله، نو واي. كده في كلمات صعبه هتيجي. ايوه يا مستر، وانت وشطارتك ممكن واحد يلاقي في القطعه 5 كلمات صعبه حسب برضو صعوبه وسهوله القطعه. ممكن واحد يلاقي كلمتين، واحد يجي يلاقي 10. انت وشغلك من اولى ثانوي مش من ثالثه ثانوي، ولكن اهتم بفهم المعنى العام. سابعا لا تعتمد على سابق معرفتك بكلمات معاني الكلمات. ايوه يا مستر انت عرفتني في الاول ان داج ليها 16 17 معنى. كلمه هيلب يساعد او مساعده، صح. وبالتالي حسب النص يا ريس، وده اسمه قلنا understanding the text through context. بعد كده في حاجه سؤال اسمه summarizing، هنحدد الاختياري والكلام ده هنتكلم فيه بعدين.
انت مستر انا ناسي، انا مش ناسي، انت قلت لي انا خليني اعمل قطعه، تعالى يا باشا خليك تعمل قطعه. اتفضل يا باشا. ايه انواع الاسئله اللي تيجي في القطعه؟ واحد literal حرفي، يعني معلومه بير كده لوحدها فمكتوبه سهله، وحسب سهوله القطعه تلاقي اسئله literal. فلو قطعه سهله تلاقي فيها سؤالين 3 4، قطعه بيصعب ممكن تلاقي 1 2. شكرا يا مستر. حتى الناس لما بتتكلم، الناس بتتكلم عربي انجليزي يقول لك literally، حرفيا انا مش عارف ايه. يا فندم ما هي جايه من كلمه literal. نمبر 2 الري اورجانيزيشن، وده بيتطلب منك ان انت تحط النقط جنب الحروف بقى لو في قصه ولا حاجه. نمبر 3 الانفرنس، بيجي فيها سؤال انفير، استنتج لي يا باشا. تستنتج منين؟ من خلال قراءتك. نمبر 4 المين ايديا، يعني ايه يا مستر مين ايديا؟ الفكره الرئيسيه، وحضرتك مش فاهم بتجيب الفكره الرئيسيه منين او ازاي. مستر هي قطعه بتشرحش؟ لا بتشرح. الفكره الرئيسيه يعني الفكره الرئيسيه يعني اكتر جمله بتلم كل فكره القطعه، او اكتر جمله بتلم الفكره الاكثر اللي اتكلمنا عنها في القطعه، او اللي عايز الكاتب يوصلها لك. وممكن تبقى مين ايديا، سنترال ايديا، ممكن يبقى بيست تايتل، افضل. يا جماعه يعني ايه بيست تايتل؟ يعني اكتر تايتل عنوان يديني قطعه بيشمل القطعه. مش لازم يذكر كل نمله فيها، لكن لازم يبقى حاجه شامله في القطعه. وهناخد مثال ما تقلقش. نمبر 5 الاوثر والتون، وده طبع النص ايه. وده لو انت في سنه ثالثه ثانوي بتتكلم عن انواع الاسايز المقالات، فهتبقى الموضوع معاك. نمبر 6 اندرستاندينج، ده فهمك انت بقى. افهم بقى يا باشا قطعه من خلال قرايتك. وعلشان ابقى جامد قطعه، او انا نفسي لو بحط قطعه لازم احط فيها بهارات. ايه بهارات القطعه يا مستر؟ الروابط يا ريس، الكونجنكشنز، اللينكينج ووردز، اللي هو هقول سبب، هقول نتيجه therefore، انت مش عارف therefore وبتقف ممكن القطعه كلها ومش عارف يعني ايه ومن ثم، او لذلك بتساوي so. ليها حصه واحده جامده جدا. البهارات روابط، ممكن امثله شويه، مثلا proverb، مثل a friend in need is a friend indeed، الصديق وقت الضيق. الله. فده انت. وعلى فكره القطعه يا جماعه محتاجه منك تبقى عندك ثقافه عامه، عشان كده بنقول من الاول يا جماعه اقراوا عربي وانجليش. في سنه من السنين جه قطعه عن تشارلي تشابلن. انا عارفه الممثل اللي بيمثل ده، اللي هو ماسك كده بتاع في ايده عصايه سودا ولابس القبعه الكبيره دي وبيمثل صامت. ايوه اتحرقت القطعه يا باشا. يا نهار ابيض، تصدق فعلا يا مستر؟ يبقى انت محتاج ثقافه وقرايه. طيب يا مستر نمبر 7 word in context، وده بيجيب لك كلمه معناها ايه، نوعها ايه، وده بتستخدم فيه suffixes و prefixes. زي ما قلنا كلمه didn't يعني ايه؟ تصدق يقال. خلي بالك من الكلام ده. يبقى القطعه بس مش بس حفظ كلمات، لازم واحد حفظ كلمات كتير ومش كلمات منهج فقط، اي كلمه تقابلك كلها. 2 عندي بهارات الروابط هنقولها. 3 ولخص ثالثه ثانوي يا جماعه لان دي في الرايتنج عندهم. رقم 3 يبقى انا عندي فهم عام، بقرا كتير يا جدعان، بقرا كتير يا جماعه. بعد كده يا مستر تصدق يبقى انا فعلا لو عايز احط قطعه هحط الحاجات دي فيها او معظمها. انواع القطع عندك في الكلام ده لثالثه ثانوي يا جماعه، او لاولى وثانيه. اولى وثانيه ازاي؟ قبل ما تقرا القطعه تعرف نوعها فيكشنال ولا نون فيكشن، او فيكشن ولا نون فيكشن. يعني ايه يا مستر قطعه فيكشن؟ قال لي يا مستر القطعه الفيكشن دي هتجيب لي موقف يعتبر فيها زي لغز، خيال، حوار بنعمله، قتل، جريمه قتل. الواد الشيبرد الراعي جاء قال لهم الحقوني الكلب كان المعزه، او الديب كان المعزه، راحوا الناس جريوا، حصل كذا. فده مثلا بيبقى فيها حته فيها مورال، فيها خيال، فيها كده بتعلم ايه من الحاجه دي. حته كمان جريمه قتل، مين اللي قتل، مين اللي اتقتل، ايه اللي حصل، فين، صح. فدي بيبقى فيها زي قصه كده، وفيها الى حد ما لغز. ماشي. طب النوع الثاني يا مستر ده بقى نوع موضوعها بيرتبط بالمجال الطبي، يجيب لك معلومات كده، معلومات بنتكلم مثلا عن مرض اسمه مثلا الدايابيتيز، السكري. خلاص يا باشا ما فيهوش بقى لغز وقصه. بنتكلم عن حاجه بيئيه، في مشكله في البيئه، التلوث، ما فيهوش لغز وقصه. بيتكلم عن شخصيه، ما فيهوش لغز وقصه. فلازم وانت بتحل يا باشا اولى او ثانيه، اولى وثانيه انت ليك قطعه واحده وثالثه ليك قطعتين. فاحنا هنشوف بقى ايه المواصفات بتاع الدنيا بتاعتنا. القطعه دي خياليه فيها لغز، يبقى انا هركز في اللغز والدنيا ولا اعمل ايه؟ لا يا مستر تصدق فعلا، يبقى انت بتعرف دول. واخيرا
ركز لي يا باشا على الاسئله. يا نهار اسود، قلناها 100,000 مره. لان انت لو فهمت السؤال غلط حتى لو قطعه تافهه جدا تروح تدهي. ويا جماعه السينونيمز والانتونيمز داخله في القطعه، هيجيب لي حاجات فيها سينونيم وانتونيم، وهيجيب لي في نفس القطعه يجيب لي فوق مثلا جاينت عملاق، هيجيب لي تحت انورموس. ده انا مش مركز، ما هي نفس المعلومه. هيقول لي في الاول at first، بعد كده يقول لي at the beginning. ايه الفرق يا سيدي؟ ولا firstly؟ مفيش فرق يا مستر فعلا. فانت تركز في الحاجات دي البهارات يا جماعه. طب يا مستر ايه الاسئله اللي بتيجي؟ افتح اي امتحان ثانويه عامه هتلاقي الاسئله دي ما يخرجش عنها اي قطعه في الوجود. ايه ده انت بتعلمني احط قطعه؟ ايوه عايز حد، اتفضل يا فندم. الحاجات دي حفظ طبعا ليك، حفظ صم. مثلا يعني اللي انت فاهم قبل كده suitable title، ممكن يقول لك appropriate title يعني عنوان مناسب. طب يا مستر المين ايديا، الفكره الرئيسيه، شكرا. الباسج دي عن ايه؟ معظمها ماشي. كلمه اسمها paraphrase، لا مش عارفها دي يا مستر. paraphrase قال لي paraphrase معناها قاعد كتابه. يعني الجمله اللي بتعمل paraphrasing للجمله دي يعني نفس المعنى. فلو قلنا مثلا منى is good، هي منى isn't bad، او she isn't bad. تصدق صح فعلا؟ يبقى ده اسمه paraphrase يا جماعه اللي مش فاهم paraphrase. كلمه ايه؟ closest in meaning. closest in meaning يعني synonym. طب يا مستر السينونيم، طب الايكويفالنت، طب ما مرادف. what's the antonym؟ عكس all of the following. خدعه جامده. all of the following is correct except. يعني ايه يا مستر all of the following is correct except؟ انت مش عارف يعني ايه كلمه except. لا يا مستر صح في except يعني ايه يا ريس؟ except معناها ما عدا. فكل اللي جاي ده انت بقى خدعه بقى، كل اللي جاي ده صح ما عدا. يبقى انت اختار الاجابه الايه؟ الاجابه الخطا يا ابن اللعيبه. طب لو قال لك all of the following is incorrect، غلط ما عدا، يبقى تختار الاجابه الصح. الله except يعني ايه؟ ما عدا. طب يا مستر في كلمه قريبه منها بتلخبط اسمها expect. يعني ايه expect؟ يتوقع. عندنا في ثالثه ثانوي حاجه اسمها great expectations، النوفل عندنا الروايه. الامال العظيمه والتوقعات العظيمه صح. يبقى عندي يا مستر expect وفي accept، انت عارفها يعني يقبل. خلي بالك من المعاني دي. اللي بعده which of the following is true، ده جالك صريح. مين اللي isn't or is synonym antonym following best summarizes، يعني تديني افضل حاجه تلم الدنيا. compare and contrast، قارن وفرق. يعني يا مستر are you for or against، انت مع ولا ضد. summarize، لخص لي. الكلام ده يا جماعه نفس الكلام اهو. false ولا untrue؟ يا مستر انا مش عارف false، هتروح في داهيه. false يعني خطا، untrue يعني خطا. صح يا مستر. مزايا وعيوب يعني pros and cons، مش اسمها pros and cons. pros and cons. طب مين المزايا؟ pros. من العيوب cons. بتساوي merit and demerit. تصدق الدي هنا انا هستفيد منها يا مستر، بتعمل لي عكس ما خدناهاش في الجدول. ايوه شغل لي بقى الدنيا كده معاك. تصدق فعلا. طب يا مستر advantages و disadvantages، upsides downsides. upsides مزايا، downsides عيوب. صح يا مستر. ال underlined word similar in meaning او referred to يشير الى. ال underlined pronoun يا مستر عن pronoun يعني ضمير عادي مين. فالضمير يا مستر لما يجي ضمير فيقول لك مثلا ايه؟ it دي قاعده على حاجتين، يا اما مكان يا اما حاجه غير عاقل، والمكان غير عاقل. طب لو قلنا يا مستر it's برضو عايده على حاجه غير عاقل او مكان. طب لو قلنا يا مستر her دي عايده على مين؟ على واحده. طب تنفع تعود على حاجه غير عاقل مؤنث؟ لو بنتكلم في قصه حيوانات مثلا بتتكلم مع بعضها، بس دي بعيده سنه شويه. بس عادي لو جالك قصه فيها تخيل ان الحيوان بيتكلم ينفع تلاقي تعود عليه ضمير her، وبالتالي مع الاسد his، وارد جدا. طب يا مستر اتس، طب her هي اختها هي، وضمير المفعول بتاعه him، والهيم سيلف صفه ضمير منعكس، وهكذا. اي حاجه خاصه، انا اسف يا جماعه، لا دي هي هيز، هنخليها دي هيز. سوري انا سرحت في باقي الحاجات، سرحت في الهم بتاع الضمائر عشان انت مش عارف الضمائر، مش عارف فرق بين ضمير الفاعل، ضمير المفعول، صفه الملكيه، ضمير الملكيه، الضمير المنعكس. هنقوله في الاساس الجامد قوي بتاع ثالثه ثانوي. فيا مستر هيم سيلف، هيم، هي، هيز، وهكذا. طب شي يبقى هير، يبقى هيرز، يبقى هير مفعول، يبقى هير سيلف، وهكذا. طب يا مستر كلمة there عايدة على ايه؟ مكان يا باشا. طب كلمة there عايدة على ايه؟
قال لي هنا يا مستر عايده على حاجه جامعه وده صفه ملكيه بيجي بعدها ناون، فاقول their car عربيتهم، وده البروناون. بعد كده في يا جماعه الكلام ده يا جماعه خطير قوي يا جماعه، يا جماعه الكلام ده خطير، مفيش قطعه في الوجود بتطلع من الكلام ده يا مستر. يا مستر explain اشرح، illustrate وضح، abbreviation short for اختصار، how far لها معنيين يا جماعه، كم تبعد، وينفع اقول لك how far is the writer right، الى اي مدى كاتب صح قوي ولا لا، ولا واحده ولا مش صح خالص. to what extent هي لاي مدى. mention briefly mention خطيره، بعمل لواحد mention على الفيس يعني ذكرت الاكونت صح، كلمه خطيره بتيجي كتير، وبريفلي باختصار. what's the best conclusion. بالمناسبه يا جماعه الكلام ده الازهر وعام، يعني المقال عادي. are you for or against according to right. according to خطيره جدا جدا جدا، يعني ايه according to؟ طبقا ل. طب for what purpose، يعني ايه purpose؟ غرض، خطيره. in what way لاي مدى، شغاله بتاع how far. show the difference between. الكلام ده كله يا جماعه مش عايز اضيع وقت معاكم، بس يا جماعه الكلام ده خطير جدا لازم تحفظه ونخش على القطع. يا نهار ابيض، يبقى انا عشان ابقى جامد قطع سنه ثانيه وثالثه، اللي جربوا قطع في سنه اولى وسنه اولى تحذير ليك، warning من القطع، لازم الكلام ده قبل ما تخش تحل قطع تبقى عارفه، suffixes والبريفكسز والكلام ده كله والبهارات، وان شاء الله هننزل الكلام ده على طول. هسيبك؟ لا يا مستر حل معايا، ده انا عينيا. يلا يا باشا، هتحفظ طبعا الخطوات. واحد، نقرا الاسئله صح. مثال، تعال نحرق القطعه. at the beginning في البدايه، the scientists العلماء thought. يعني ايه thought يا مستر؟ اعتقدوا يا مستر. that يعني ان. الانسكتس يعني ايه insects؟ الحشرات. didn't sleep. ترجم لي didn't sleep لو سمحت. هتقول لي لا يناموا. اخسروا تربيتي وتعليمي يا عم. didn't sleep يعني ما ناموش، يعني ما كانوش بيناموا. ما تقوليش ترجم صح. طالما جاب لي كلمه كده بدايه، تعرف على طول ان انت هنا هتستخدم لي شغل at the beginning ليها لازمه. الكلمه يا جماعه اللي ملهاش لازمه، كلمه يا اما بتساوي كلمه فوق في القطع، يا اما كلمه جاي لك يتوهك بيها، فانت اللي بتحدد. وخلي بالك من كل كلمه. at the beginning في البدايه، the scientists thought. يبقى العلماء اعتقدوا حاجه في البدايه، ان insects يعني حشرات ما بتنامش. because يعني ايه؟ لان ايه يا مستر؟ يبقى العلماء في الاول اعتقدوا. انا اللي اعتقدته العلماء مش بتاعتي. القطعه دي فيكشن ولا نون فيكشن؟ طبعا نون فيكشن، دي معلومات اهي باينه من اولها. يبقى هنا يا مستر they are tiny and weak things، دي حاجات صغيره وضعيفه. they are very active عشان نشيطه. their minds are too simple to need it. ترجم لي كده توتو يا فندم. ايه ده يا مستر؟ ده توتو يا باشا، ما هو كله وصل ببعضه الانجليش. معناها ان مخهم ترجم سمبل بسيط جدا لدرجه ان هم ما بيحتاجوش ولا بيحتاجوا. مفيش نفي يبقى بيحتاجوا، لا يا حبيبي التوتو بتنفي اللي بعدها، ده ما حصلش الانفينيتيف ده. يبقى لدرجه ان هم مش محتاجين النوم، ولا they don't like it ما بيحبوهوش. ما اعرفش، انا ما بجاوبش. مثل احنا وقفنا قد ايه؟ يا باشا احنا لسه بنبدا اصلا. اللي بعده in your point of view، في وجهه نظرك. وجهه نظر مين؟ انت. why do all the living things need sleep؟ ليه كل الكائنات الحيه بتحتاج النوم؟ to renew their energy and refresh their minds. شغاله. to have a rest and restore their money، عشان ياخدوا راحه. الناس ما بتقراش للاخر، لو ما قريتش كلمه money يبقى ياخدوا راحه صح. ولا to refresh their minds and waste their time، انا الحشره بتنام عشان تضيع وقتها. حلوه دي. ولا to save their working time، عشان يوفروا وقت الشغل. يا سلام، بنام عشان اوفر وقت للشغل؟ ازاي؟ انا المفروض ما انامش عشان اشتغل جامد. الله، ما اعرفش الاجابه. واتس ذا بيست تايتل؟ يا مستر، animals sleep ولا humans sleep ولا insects sleep ولا sleep؟ خد تكنيك في الحته دي. قال لي يا مستر باينه شويه ان living things كانت حيه. طب ده كانت حيه. طب انا قريت في القطعه ولقيت الاثنين دول، يبقى الثالثه دي غلط. لا، يبقى الثالثه معاهم، لان مفيش اجابه بتقول A and B. يبقى انا في الاختيار بقرا لقيت ان A و B موجوده وما عرفتش اطلع من القطعه السي، يبقى السي معاهم يا باشا، طالما ما جابش في الاختيارات A and B. حلوه.
اللي بعده عكس كلمه كومبلكس. انت ممكن تبقى عارف كلمه من غير ما تبص. تصدق كومبلكس انا عارفها؟ لا مش عارفها. لا عارفها. لا مش عارفها. انت ونصيبك، هيسيبك اللي يسيبك. يبقى يا مستر بعد كده scientists thought. طبعا انا ممكن احل كومبلكس يا جماعه، مش محتاجه فكاكه. وخلي بالك انك مش هتركز في كلمه انتونيم، هتروح في داهيه. انتونيم يعني عكس كومبلكس. كومبلكس يعني معقد. بتساوي كلمه complicated. يبقى عكس كومبلكس difficult صعب. طب ما هي كومبلكس. powerful قوي، weak ضعيف. طبعا هتبقى simple. Number 5 scientists thought that insects don't sleep because they. الله، ايه ده مستر؟ قريت السؤال ده بس ده كان at the beginning. طب هنا قال لي العلماء اعتقدوا ان الحشرات don't sleep because they. يبقى العلماء عندهم كم اعتقاد؟ فكر كده. العلماء عندهم اعتقادين. اولا اعتقد ان هم ما بيناموش عشان في حاجه. ثانيا اعتقد ان الحشرات ما بتنامش لان هم ايه؟ زي هنا عايز حشرات don't work hard، ما اشتغلوش كويس. don't eat much، ما اكلوش كتير. don't think ولا don't dream. اكتر مثالين مثل قريبين don't think و don't dream. ده صح. طب حاول تخمن. بس ما تجاوبش. بعد كده يا مستر which of the following can summarize the passage. مين هيلخص الباسج؟ summarize اكتر حاجه تلم لي القطعه. لسه قايلينهم، خدنا في كورس الترجمه including، لسه واخدين except. يا ابن اللعيبه والله ما متخطط له الكلام ده، مش جايب قطعه ماشيه مع الدنيا دي. بس انت اي قطعه يا جماعه الكلام اللي قلناه ورا ده ما بيطلعش منها. فبيقول لي all living things sleep including insects. including معناها بما فيهم. وكلمه خد حته حلوه كلمه including يعني ايه يا مستر؟ يعني يشمل، صح؟ او بما فيهم لو جت واخده ING في الجمله. طب يا مستر لو قلنا مثلا 12 persons 12 شخص died او had an accident او died including بما فيهم يشملوا 2 babies. ربنا يحفظ الناس كلها. كم واحد مات؟ جاوب يلا. اختار الإجابة ولا ممكن تيجي في قطعة. كم واحد مات؟ How many people died؟ 12 ولا 10 ولا 14؟ 10 ولا 12 ولا 14؟ هتقول لي 12 including. لو انت مش عارف including هتروح في ده، هتجمع ال 2 و2. طبعا including بما فيهم 2 يعني بما فيه من ال 12 يعني 10 عادي، ناس عادية، ناس كبار و2 بيبي، يبقى كله برضو 12. حتة جامدة جدا. including insects ما فيهم حشرات except insects ما عدا الحشرات او مش معاهم الحشرات بيناموا. some living things some بعض sleep and others not، شوية بيناموا شوية لا. many living things sleep but few not. خلي بالك ان few يعني قليل. معرفش still يعني ايه. قبل ما نحل القطعة مستر كلمة still لها معنيين. still تنفع adverb ظرف بمعنى ما زال، وبيجي دل على ال present continuous مضارع مستمر، وخدناه ما زلنا نعيش او ما زلنا نعاني we are still suffering from. وتنفع يا مستر still as an adjective. ايه ده يعني ايه adjective يا مستر؟ فبقول له stand still اثبت يلا. صح تصدق. وكلمة stand ينفع يجي بعدها adjective، وكلمة stay برضو ينفع يجي بعدها adjective صفة. طب يا مستر still انا ممكن اجيبها. لا يا باشا انا هقرأ فوق، بس لما اجي عندي بروح رايح تاني على القطعة اقرأ. بس قلت اعرفك بس still. all living things have some features. وكلمة features يعني مميزات characteristics. في شوية خصائص كده features عندهم during their sleep such as مثل أثناء النوم بتاعهم. they cannot be quiet and always make much noise. استحالة يكونوا هاديين وبيعملوا ضوضاء وهم نايمين. they are unpredictable. مخك فصل ارجع اسأل السؤال، ارجع اقرا السؤال تاني. مخي فصل ارجع اقرا السؤال تاني. they are unpredictable. يلا يا باشا شغل لي اللينجويستكس. يلا يا باشا نوعها ايه؟ صفة adjective unpredictable. جاي من كلمة predict تتوقع. unpredict لا يتوقع. unpredictable غير متوقع. ابن اللعيبة. they are unpredictable that they may cry loudly. غير متوقع السلوك الفيتشرز. كلمة ذي هنا عايدة على الفيتشرز. انا بحل معاك اهو على فكرة، ممكن انزل كمان حاجة احل معاك عشان تديك ثقة. القطعة دي تديك ثقة جامدة جدا. may cry loudly. they have fixed and limited time for sleeping. عندهم fixed. طبعا fixed adjective ولا بي طبعا بعدها فيها شك تصدق، بس هنا معناها يمتلك. عندهم fixed time limited time. fixed يعني ثابت.
limited time يعني وقت محدد. for sleeping للنوم. ولا they do not move much and they have a position during sleeping. ما بيتحركوش كتير وعندهم position موضع during sleeping أثناء النوم. الله، ما تيجي تحل معانا في الامتحان كده يا مستر، والله كان مناية. طبعا المثال ده فيه شوية كي ووردز احنا مترجمينهم، بس طبعا ده مش هيحصل لك في الامتحان، بس احنا بنسخن. مستر هتقرا معانا قطعة؟ نهار اسود، ده انت تعبت قوي والله العظيم، تعبان يا جماعة والله، بس لازم اخلص لك القطعة تحلها ازاي وتبقى معلم فيها. يلا يا مستر نحل. تعال نفتكر الأسئلة. اعمل كده. أول حاجة العلماء أولا اعتقدوا إن الحشرات ما بتنامش ليه؟ تاني حاجة يا مستر في رأيك ليه كل الكائنات بتحتاج النوم؟ رقم 3 أحسن عنوان. 4 عايز كمبلكس عكسها. 5 العلماء اعتقدوا تاني إن الحشرات ما بتنامش ليه؟ 6 مين اللي هلخص لك قطعة؟ 7 كلمة ستيل هتقابلني. 8 كل الكائنات الحية عندها شوية حاجات وضع نوم أو طريقة نوم. إيه ده يا مستر؟ نسيت، ارجع تاني. الله تهزر؟ لا ما بهزرش والله. ما انت قطعة ما بتحلهاش في اقل من تلت ساعة يا فندم، مش على طول. تعالى يا باشا مثال، تعالى نحله مع بعض. What do you know about sleep؟ طبعا الكاتب بدأ لي بسؤال، الهوك بتاعته ده بدأ لي بسؤال. ايه ده مستر احنا نخش في المقال؟ ايوه يا باشا، ما القطعة عبارة عن مقال. معظم القطع في ساعات، في قطع كتير بتبقى عبارة عن مقال. ايوه صح يا مستر، تصدق. تعرف تعد كم باراجراف في قطعة؟ يا مستر بنعد من خلال دراستنا للإساي المقال. دي اسمها indentation، المسافة. It's the space you leaving at the beginning of any paragraph. يبقى هنا يا مستر في كم باراجراف؟ 1 2 عد معايا يلا. 3 4. تعالى. What do you know about sleep؟ Do animals and insects sleep like humans؟ هل الحيوانات والحشرات بتنام like يعني يا مستر؟ يعني يحب. لا ينفع اقول هل الحشرات بتنام يحب، ولا معناها هنا مثله؟ صح يا مستر معناها مثله. كلمة like معناها مثله، عكسها dislike غلط، معناها unlike على عكس او مش زي. فقول unlike my father I don't like football، يعني على عكس بابا ما بيحب، يبقى بابا بيحب الكورة وانا ما بحبش الكورة. اما like يحب معناها عكسها dislike، يعني لا يحب او يكره. like humans مثل الانسان او البني ادمين. First sleep has a powerful influence. النوم ليه powerful influence، تأثير جامد قوي on our lives. كلمة lives يا جماعة حيوات، جمع كلمة life. طب عرفت منين انها مش فعل يا مستر؟ حضرتك ده ضمير، صفة ملكية بيجي بعدها الاسم، وبالتالي يا مستر جمع life حياة، lives حيوات. It's known that we sleep. It's known من المعروف. يلا مش قلنا it's يبقى من المعروف. known that sleep save every that we sleep because our brains مخنا need to rest for several hours. كلمة several تساوي كلمة many يا جماعة، كثير من الساعات. to refresh themselves and to save everything that has happened to us during. يا نهار أبيض، دي معلومات عامة اهي عشان أحفظ كل حاجة حصلت لي during the day أثناء اليوم. طب يا مستر if we are not allowed to sleep، ايه اللي هيحصل يا مستر لو ما سمحش لنا ان احنا ننام؟ we finally die، يعني نهاية حتمية، حتما سنموت، في النهاية هنموت، بعد الشر علينا ان شاء الله ننام كويس. for animals للحيوانات. السؤال ده يجي بينط في دماغي عقل الباطن اللي قاعد يقرا الاسئله، ان احنا اتكلمنا عن الهيومنز واتكلمنا عن انيمالز. شكرا، الاجابه اللي نسيناها يبقى سليب بس. ليه يا مستر؟ لان احنا اتكلمنا عن 2 والثالثه مش موجوده، لسه ما طلعتهاش، بس هي مش مكتوبه في الاجابات A and B صح، فبالتالي شلت كله وقلت سليب فقط. يا ابن اللعيبه. for animals every mammal، وقلنا كلمه mammal يعني حيوان ثدي، needs sleep. كل every عشان ده مفرد. mammal needs sleep as do birds. كلمة as do يا جماعة معناها زي ما بتعمل البيردس الطيور. reptiles مش عارفها، تحت معناها الزواحف. such as وشغل دماغك، انا عرفت يا مستر reptiles يعني الزواحف اهي، خلاص ماشي. such as يعني ايه؟ مثل. صح يا مستر، مثل مين؟ snakes. طب انا مش عارف يا مستر reptiles هترجمها ازاي؟ يا عم شغل دماغك، مش بقول لك مثل السنيكس، والمصيبه انك مش عارف such as. مستر هبقى عارف such as. شكرا. وبالتالي قلت لك reptiles such as snakes، مثل السنيك، الثعابين.
يبقى هنا ايه؟ مين يبقى التعبان ده نوعه ايه؟ reptiles. يا نهار ابيض. what about insects؟ سؤال. طب ايه بالنسبه للحشرات؟ يبقى احنا ذكرنا كله حيوانات والانسان وحشرات. do they need sleep؟ scientists have been trying to discover the truth about insects sleep. ومفروض هنا في apostrophe ملكيه يا جماعه. about insects sleep behavior for years. وbehavior جاي من كلمه behave. صح يا مستر. behave يعني ايه؟ يتصرف. طب يا مستر behavior ده النون السلوك او التصرف. 4 years scientists first thought. في القطعه قال لي at the beginning. فرقت يا اخويا من at the beginning من first. لا يا مستر شكرا. يبقى ده السؤال الاولاني. thought insects did not need sleep according to them. ابن اللعيبه يا مستر انت قلت لي ما يخليش من والله according to في الحاجات اللي انت تحفظها عشان تبقى جامد قطعه. according to them هنا عايد على مين يا جماعه؟ اكيد على مين؟ الحشرات ولا الساينتست العلماء؟ لا يا باشا ما هو قال لي the insect brain. يبقى مش الحشره اللي طبقا ليها دماغ الحشره، لا طبقا للعلماء دماغ الحشره the insect brain was not complex enough to need it. ما يقابلها تحت قلنا too simple to need it. لعب لي بقى بالسينونيمز والانتونيمز. لعب لي بتوتو جدا لدرجه قله يا ابن اللعيبه. وطبعا هنا قلنا complex يعني معقد. to need it. Scientists said that some kinds of brain activity أنشطة المخية like dreaming الأحلام were sleep behaviors. يعني الحلم ده سلوك نوم. انت بتحلم امتى؟ لما بنام. يا جماعه دي حاجات علميه ممكن افهمها من خلال فهمي للدنيا والعلوم، مش بس الكلمات الانجليش. خلي بالك القطع محتاجه ثقافه والله. insects do not dream. قال لك بقى الحشرات ما بتنامش ليه؟ so scientists said that they did not sleep. ما بيحلموش وبالتالي ما بيناموش لان الحلم بيحصل مع النوم. they believed. مستر انت قلبت عالم حشرات يا جماعه. ما هو مصيبه ان الناس بتحل بدماغ سطحيه يا جماعه. مفيش سؤال بيجي كده اهو وما ينفعش تفكر بالاسئله بصوره سطحيه. لازم تفكر وتمخمخ كده عشان دماغك تصدع وتشرب شاي وقهوه وتبدا تبقى بني ادم ناضج كده وتفكر في كل حاجه. مش كل قرار في حياتك تاخده بصوره سطحيه. مش كل سؤال ده حلو وخلاص. ايوه انا مستر احمد قاله لي كده. لا يا فندم انت فكر وانقد عشان تبقى بني ادم مسؤول بعد كده. ايه اللي جاب ده؟ هتفهم بعد كده لما تكبر. بس يا رب تكون انت طبقت الاول. they believed that insects rested instead. قلنا يا مستر كلمه instead معناها بدلا من. غلط. معناها بدلا من ذلك. لما بتيجي في الاخر يا جماعه ما يجيش بعدها to of يبقى معناها بدلا من ذلك. طب يا مستر instead of معناها بدلا من فقط. however البهارات يا جدعان البهارات يا جدعان. الكلام اللي جاي ده هيبقى زي الكلام ده ولا عكسه؟ طبعا however التناقض contrast يبقى ده. وبالرغم من ذلك new studies دراسات جديدة have shown that some insects may actually sleep. نقد الكلام قال لك لا الكلام ده غير الكلام اللي فوق. هم قال لك ما بيناموش عشان ما بيحلموش وبالتالي يا مستر في قال لك ممكن يناموا فعلا. there are 4 types. الارقام والاسماء بحط تحتهم خط ودايره of behavior during sleep. تصدق احنا لقينا مش عارف الدولفين بينام وعينه مفتوحه، لقينا الحصان بينام وواقف. فعندي يا مستر سلوك النوم. first sleeping people and animals do not move much. sleeping هنا معناها النائم يا جماعه. فهنا adjective sleeping الناس النايمه والحشرات والحيوانات don't move much ما بيتحركوش كتير. صح. also ايضا they have a position عندهم وضع for sleeping للنوم. for example they lie down. كلمه lie يا جماعه معناها يركض او يضطجع. ومع كلمه down بيركض وتنفع معناها يكذب بس حسب التصريفات والحاجات والجمله وفهم النص مش من الجمله او فهم المعنى من الجمله. lie down بيركضوا. additionally بهارات يا جدعان بهارات. additionally جاي من كلمه add. ايوه يا باشا ما انا بقيت عالم لغه بقى اهو بعد حصه الجدول ده اللي هعلقه في الحمام او في المطبخ او في مكان ما بذاكر ده هبقى معلم. additionally نوعها adverb جبنا منها additional اضافي. يبقى additionally وبالاضافه الى ذلك ما بتساوي كلمه moreover او in addition. they don't wake up easily ما بيصحوش بسهوله when hearing noises. فممكن حد يبقى ينام لو في فتح باب وقفل ممكن نومك خفيف ممكن عادي تبقى نايم عادي. or seeing light افتح النور عادي وهو نايم. lastly اخيرا they are able to come out of sleep. يعني ايه يا مستر come out of sleep؟ يعني يطلع بره النوم يعني يصحى. quickly in response to ردا على ايه يا مستر؟ some intense stimulant حاجه intense جديده.
مستر لما تيجي تحل معانا القطعه بتاع الامتحان، انا قلت لك كان نفسي. scientists have now seen. شافوا ايه العلماء يا مستر؟ قال لك يا باشا شافوا ان seen similar behavior سلوك مشابه in fruit flies. كلمة fly يعني يا مستر يطير. طب لو قلنا fly بقت noun، وبالتالي هنا معناها ذبابة. الله، معلومة جامدة قوي. انت بس حللنا 10 قطع واحنا نبقى في حتة تانية. fly يعني ذبابة، وبالتالي fruit flies ذباب الفاكهة. وفي حاجات محتاجه انت تبقى جامد انجليزي بالمناسبه، مش يعني قطعه بتبقى فيها اسئله ومعاني الناس الحلوه من الاول، مش الناس اللي بتذاكر اخر شهرين 3 في الترم. مستر ما هو الترم شهرين 3، لا يا حبيبي الترم شهرين 3. For example fruit flies become still. still هنا نوعها adjective ولا adverb؟ انت عرفتنا المعلومه يا مستر. يلا يا باشا خد المعلومه اللي بعدها. كلمه become يعني يصبح، بيجي بعدها adjective. ايه ده تصدق؟ يبقى عندي كلمه يصبح يعني جت، يصبح يعني become، ينفع معناهم يصبح. طب دي معناها يحصل على، بس لو جاء adjective يبقى معناها يا مستر يصبح، يبقى still هنا adjective. طب يا مستر معناها adjective still هنا، still هنا adjective معناها ما زال ولا ساكن؟ يلا كمل. لا الصفة يبقى معناها ساكن لأن ما زال قلنا الادفيرب. طب still هنا معناها ايه؟ تعال نحل ده ونرجع تاني عشان ده مهم قوي، عشان في معنى جامد قوي. يقول لك يا مستر الله كلمة still هنا can be replaced. طبعا الناس تفهم ان can be replaced او another meaning ان ده عكس. لا يا ضنايا، can be replaced او another meaning معناه نفس المعنى، فنفس المعنى يعني هشيله. still يعني ايه؟ ثابت. مستر انا معرفش، بعرف noisy في ضوضاء، واحنا عايزين معنى still يبقى لا. طب energetic نشيط حركة، لا. مش عارف violent سيبها. motionless ما بتفكركش بحاجة. ايوه يا مستر motionless بتفكرني بكلمة اسمها slow motion. انا هصور فيديو slow motion. ايوه يا باشا. بالمناسبة الناس اللي عاملة الفيسبوك بتاعها عربي والله عيب، التليفون عربي كله عيب. ثانوية عامة كلها تليفونك يبقى انجلش لو سمحت. يبقى يا مستر هنا ايوه تصدق slow motion يعني ايه؟ حركة بطيئة. يبقى slow يعني ايه؟ حركة. يا حلاوة، زي تيم ورك كده وزي بيرثداي. لا يبقى هنا يا مستر slow بطيء، وبالتالي موشن يعني حركة، يعني بيعمل حركة. طب motionless شغل السفكسس البريفكسس، اللسه يعني مفيش حاجة وحشة، وبالتالي يبقى مفيش حركة يعني ثابت. يا ابن اللعيبة شكرا. ارجع مستر ارجع، ده انت فصفصتنا خالص. Still every night for about 7 hours 7 ساعات. At these times they sit in a different way. Live there. اقرا كده. live there ايه؟ ايوه العيال بتاع النت، الواد الهاكر. تعالى يا دي هاكر اقرا كده. ايوه انت هتعرفها. انتنة. تصدق يا نهار اسود، الانتنة بتاعة الراوتر. ايوه الراوتر اللي هي طالعة كده اهو، بس مش كده اهو، عشان كده ده حاجة تانية. اللي هي طالعة كده اهو، تعرف الناس خدوها منين؟ بتوع التكنولوجيا خدوها من الحشرات. سبحانك يا رب، ربنا اللي خلق الحشرات عمل لها انتنة. طب بالانجلش انتنة، طب بالجمعها انتنز او انتني. يا نهار ابيض. يبقى انتني جمع انتنة، شيل الاي وينفع اقول لك انتنز. يعني يا مستر الانتنة؟ قال لك دي بقى قرون الاستشعار. يا ابن اللعيبه، مش الواي فاي بيوصل من غير سلك؟ ايوه في ايه؟ في انتنة يا ابن اللعيبه، او انتنة في ستريس على التي. يا نهار ابيض، يا سبحانك يا رب. يعني احنا خدنا الحاجات دي من الحشرات. ايوه يا باشا، ما بيشعر بيها، بيلقط بيها. انتنة دروب. فلما ينام الانتنة دروب تعمل كده، هي واقفه كده شغاله، الانتنة عايزين ينام يبقى دروب كده، فبيريح الانتنة بتاعته او الانتنة. and do not respond to quiet noises. ما بيستجيبش للضوضاء البسيطه. the flies الذباب، مش اللي يطير، مفيش بعد ذا فعل. do begin. يا مستر يعني ايه do begin؟ قال لي انا مش فاهمها يا مستر. خد بقى يعني شويه تكنيك للقواعد للقطع.
كلمة do لو جاء بعدها فعل في المصدر، وده مش سؤال يا فندم لأن السؤال بيجي do وسبجكت وفعل في المصدر، ده معناها يا مستر توكيد أو تأكيد على الحاجة. فأقول لك I did kill محمود، يبقى أنا فعلا قتلت محمود، ده للتأكيد يا جماعة والتوكيد على إنك عملت الحاجة. فأقول لك I do love mango، يعني بحب المانجا فعلا، أنا فعلا سافرت كذا. يبقى هنا يا مستر دو بيجن ولا ليها يعني اشيل دو ومعناها بيجن، بس ده بيأكد ان هم فعلا بيبداوا to move around يتحركوا كده when louder noises ضوضاء اعلى are made. Scientists think that some insects may have their own unique kind of sleep. وهنا يعني قلنا كلمة unique معناها فريد من نوعه، يعني كل حاجة ليها طريقة نوم بطريقة معينة، واحد نايم واحد قاعد وهكذا. ده بالنسبة للحشرات. طبعا شوية الكلمات اللي مترجمين مستر لا كفايه بقى، ده انت كده انت قطعتنا قطعه. يلا يا باشا نحل. اول حاجه بيقول لي احل ولا ده ما احنا حلينا اصلا. في البدايه العلماء اعتقدوا ان الحشرات ما بتنامش. ليه يا مستر؟ عشان هم دماغتهم too simple to need it، وكان اصلها complex. تعال ارجع لك هتغلبني معاك ليه؟ معلش يلا فداك. اهو يا مستر القطعه بتقول لك ايه؟ brain was not complex enough to need it، يعني مش معقد كفايه لدرجه ان هو يحتاجه، يعني عقله سيمبل قوي لدرجه ان هو مش محتاج النوم. يا ابن اللعيبه على المعاني وعلى شغل التركات والحركات في الحاجات دي. يلا يا مستر، يبقى هنا طبعا هتختار نسي. نمبر 2 in your point of view why do all living things need sleep؟ طبعا to renew the energy and refresh their minds، هيعمل ريفريش لمخه وهيجدد الطاقه. طبعا ربنا انعم علينا بالنوم ان احنا ما بننامش نروح في داهيه. واتس ذا بيست، الناس اللي بتقعد طول السنه يا جماعه تنام 3 4 ساعات انت هتتجنن. واتس ذا بيست تايتل فور ذس باسج؟ ايه احسن عنوان للقطعه؟ ذكر ده وذكر ده وذكر ده، يبقى سليب. كمبلكس هنا قلنا انتونيم، يعني ايه انتونيم؟ عكس، يبقى هنا سمبل. بعد scientists thought that insects don't sleep because they، طبعا هم العلماء اعتقدوا يبقى هم عشان هم ما بيحلموش يا مستر. فعلا زي ما القطعه قالت بالظبط، وركز في القطعه. بعد كده which of the following can summarize the passage؟ ايه اللي لخص لي القطعه؟ اكتر حاجه تقول لي القطعه بتتكلم عن ايه؟ اكتر شغل. يلا يا باشا اتفضل. all living things sleep including insects، ماشي. كله ما عدا الحشرات؟ لا، قلنا في حشرات بتنام. some living things sleep and others not، لا في القطعه. many living things sleep but not few، بس few not. في القطعه بيقول لي ان كل الحشرات الكائنات الحيه الانيمالز والهيومنز بما فيهم including الانسكتس الحشرات. The underline still لسه حلينها، قلنا motionless. all living things have some features، بعض ال characteristics خصائص during their sleep such as مثل ايه يا مستر؟ طبعا they cannot be quiet، مفيش حد بيلعب وبينام. they are unpredictable that they cry، بيقعدوا يصوتوا ويصرخوا او يعيطوا. لا، they have fixed limited time، عندهم وقت. هو بيقول لك هنا خلي بالك عشان هيلخبطك، فوق كانت 7 مش عارف ايه ساعات، بس ده كان عن الحشرات insects الذباب، انما قال لي all living يعني الانسان والحق، فهنا شغاله بس لا ما تمشيش مع all living things. يبقى الاخيره they do not move much and have a position during sleeping. احنا كده موتنا قطعه يا جماعه. يا ريت تمشي على ده، لانك مشيتش على ده الموضوع شويه هيبقى صعب معاك، والموضوع في على فكره يبقى صعب، بس لازم تحل قطع كتير يا جماعه. واللي عايز السورسز بتاع القطع بتاع 70 80 الف قطعه يبعت لي وان شاء الله نبعتهم له باذن الله.